شفت اللي حصل امبارح لكروشال؟ ما شفتش؟ تعال. لا بجد احنا كلنا النهارده صحينا على خبر غريب جدا. خلاص مفيش كروشال تاني في السوق العالمي. يعني انسى بعد كده اللي انت تروح تشتري رامات كروشال باليستكس او حتى اس اس دي كروشال بي 3، لان الشركه المالكه لكروشال قررت امبارح بشكل رسمي على الويب سايت بتاعهم ان هم هيخرجوا خروج كامل من سوق المستهلك علشان تركز التصنيع كله لشركات الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبه الشركه المالكه دي هي شركه مايكرون هي واحده من اهم 3 شركات في العالم كله في الصناعه دي، سامسونج، اس كي هاينكس، وكمان مايكرون تخرج يعني سامسونج واس كي هاينكس اسعارهم تبدا تزيد، واحنا اصلا في زياده غريبه جدا، وده كله بسبب الذكاء الاصطناعي. يا اخي والله العظيم بدات اكره الذكاء الاصطناعي ده بجد. بس انا مش عايزك تقلق خالص دلوقتي، لان كروشال لسه قدامها شويه علشان تخرج من السوق. امتى شويه دول؟ فبراير 2026، علشان ساعتها هيبقى بجد فبراير الاسود، والاسعار هتبقى في الشلاحات. وهنا بقى انا جاي اجاوبك على سؤالك، طب لو انا معايا اس اس دي من كروشال او رام، الضمان بتاعهم ايه الدنيا؟ احب اقول لك ما تقلقش خالص، كروشال ملتزمه بفتره الضمان اللي انت واخدها حتى لو قفلت. لكن انا كل اللي انا قلقان منه هو اسعار الاس اس ديز والرامات اللي عماله تغلى بشكل مبالغ فيه جدا بسبب الصناعه التانيه اللي شغاله على الجانب التاني، وكمان لما الشركه دي تقفل الموظفين بتوعها هيروحوا فين؟ ربنا معاهم ومعانا ومع الجميع. اعمل لايك وفولو واشوفك في خبر تاني. سلام.